السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده المرقة الفورية او مرقة الخضار البودر. طريقة سهلة جدا جدا وتبقى جاهزة تحت طلبنا لأكلات جميلة جدا وسريعة. ان شاء الله بإذن الله هنحتاجها كتير جدا في البيت وهتفيدنا جدا. أرجو الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة، اللهم ارحم موتانا جميعا يا رب العالمين وجزاكم الله كل خير. يلا بينا مع بعض على الطريقة. ده حزمة كزبرة على شبات على بقدونس، ماشي، من كل حاجة حزمة كده، وغسلتهم كويس وقطعتهم في الصاج كده. وده جزر برضو بشرته بالقشارة، تمام، قطع كده، وجيت حاطه برضو في الصاج ودخلتهم الفرن لحد ما نشفهم، وبعدين طحنتهم في المطحنة وحللتهم بمصفى. خلاص، هجيب بقى معلقتين من الخضار اللي هو عمل عندي، تمام، كبار، على معلقتين من الجزر اللي هو المتحمص ده البودر. خلاص، ومعلقة كزبرة، ومعلقتين بصل بودر عملنا قبل كده مع بعض، والثوم البودر، معلقتين من ده ومعلقتين من ده، تمام. يبقى حطينا معلقتين من الخضار ومعلقتين من البصل بودر ومعلقتين من الجزر ومعلقتين من الثوم البودر، نص معلقة من القرفة، وهحط كمان معلقة نص معلقة من الكاري او معلقة، ومعلقة من البابريكا، تمام. وهحط بقى فلفل اسود، حط معلقتين برضو زي ما حطيت على الحاجة كلها، يعني كله معلقتين معلقتين، ما عدا البابريكا معلقة والكاري معلقة والكزبرة معلقة والقرفة نص معلقة. خلاص، علشان خاطر يبقى كلهم نسبهم كده مع بعض. طبعا لو هتعملي نسبة اكبر ايه تضاعفي ايه المكونات، وانا اقلبهم كلهم كده مع بعض. خلاص، نتأكد كلهم ان هم اتجانسوا مع بعض. انا حطيتهم في، طبعا انا كنت عاملة كمية اكبر فعملتها في مكان اكتر، تمام، في علبة اكبر. خلاص، لحد ما بقت باللون ده والشكل ده. وهجيب برطمان بقى يكون متعقم كويس ومغسول، واحط فيه بقى البهارات دي تحت طلبي. حلو قوي للكبسة، حلو قوي للفراخ، لاي، بصي، تتبيله تحفه بجد، بصراحه تحفه، بصراحه مش هتستغنى عنها. فيها اكلات كتير، ستريبس، ريزو، تتبيلات كتير جدا احسن من المرقه اللي احنا بنحطها، مرقه ماجي وفينفوز والحاجات اللي احنا بنجيبها دي. ومده صلاحيتها بتبقى اطول كمان عندي. ممكن اضرب كل الخضار ده كله في الكبه واجففه مره واحده لو انا هعمل كميه صغيره، بس انا عشان خاطر عامله كميه كبيره عملت كل حاجه لوحدها. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.